الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومن باب تحذير البشرية من الفرق الضالة في البلاد اليمنية لا تكن أخوانية. والأخوان المسلمون أسسوا في سنة 28 بعد 900 وألف من التاريخ الذي يسمونه بالميلاد، يعني قريب 100 سنة الآن. أسسها حسن البنا في مدينة الإسماعيلية، ثم انتقل بها إلى القاهرة، ثم كان شأنها الدخول في التثوير والتكفير ونحو ذلك، وأعدم حسن البنا بعد ذلك وقام عليها بعده غير واحد، إلا أن الفكر الذي انتشر كان فكر رجل يقال له سيد قطب، كان في أمريكا قبل أن يرجع إلى مصر، وكان كاتبا وأديبا، ودخل في هذه الجماعة وانتحل منهج تكفير المجتمع ككل فضلا عن الحكام. وهي جماعة أسسها صوفي، حسن البنا صوفي، كما في مذكراته أنه كان يذهب إلى القبر في دمنهور، وكان يحضر المولد ويكرر على مسامعه الأبيات الشعرية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر الحضرة وربما قاموا يرحبون ونحو ذلك من الاعتقادات الباطلة. المهم أنها دعوة من أولها ليست بدعوة سنية كما زعم، دعوة سنية وحقيقة صوفية، بل هي دعوة بدعية مخالفة للكتاب والسنة، منابذة لجماعة المسلمين، وما زالوا يترقون في حزبيتهم حتى انتشروا في أغلب البلدان الإسلامية، وقاموا بثورات كثيرة يعني سببت للمسلمين كثيرا من الفشل، وشوهت الدعوة الإسلامية لدى الكثير من الحكام، لأن الحكام يخشون على ملكهم، وهي طبيعة الإنسان وحق لهم شرعا أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعثمان بن عفان: يا عثمان إن الله سيلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على نزعه فلا تنزعه. فهذه الحركة تقوم على الثورات، وهم أول من صنع العبوات الناسفة، وأول من استهدف الزعماء والرؤساء نقول هكذا يعني بالاغتيالات، حيث حاول اغتيال جمال عبد الناصر، وبعد ذلك قام عليهم بالسجن وقتل، إلا أنهم تفرقوا في البلدان وانتشر مذهبهم وطريقهم لأمور: الأول جهل المسلمين بطريقة السلف الصالح رضي الله عليهم، الثاني قلة المحذرين من هذا الطريق، الثالث ربما استغلتهم الحكومات لمآرب لها فينتشرون، فإذا قاموا بالثورة بعد ذلك قاموا عليهم، الرابع أنهم يدغدغون عواطف الناس، مثلا الناس يشكون من غلاء الأسعار، يشكون من بعض الفساد الذي يقع، يشكون من هكذا وهكذا، فيدغدغون عواطف الناس. الذي يليه أنهم يعني يتبنون الشأن العالمي، الشأن الإسلام العالمي، مثلا أنشأوا يعني هيئات للعلماء ثم يجعلونها فيه، وهكذا جامعات ويجعلونها فيه، فنشروا باطلهم في الجامعات، لا سيما حين استغلوا الجامعات السعودية، يعني استقبلتهم الحكومة السعودية بعد أن حكم عليهم جمال عبد الناصر بالإعدام والسجن ونحو ذلك، فأكرمتهم ومكنتهم من التدريس في الجامعات والتدريس في المدارس، وإذا بهم يخونون العهد والأمانة وينشرون المذهب الأخواني، كما صرح الأمير نايف بن عبد العزيز وغير واحد من أهل الشأن في هذه المسألة. وآخر ما قام به الأخوان المسلمون هو ثورة الربيع العربي التي يسمونها هكذا، وقد سميت بالربيع العبري وبغير ذلك من المسميات، ثورة ماسونية إخوانية يعني أدت إلى أضرار كثيرة بالبلاد الإسلامية، وعندهم ميول إلى الرافضة، فعندهم بيعة للخميني، وهكذا نادوا بالتقارب بين السنة والشيعة كما نادوا بالتقارب بين الأديان إلى غير ذلك، فمذهبهم تجميعي لا تصفية فيه، إنما يجمعون. وقد أصدروا قانونا في عهد مرسي لما حكم مصر جوزوا فيه دخول النصراني يعني إلى حزبهم، أما الرافضي ومن إليه والصوفي القبوري وكل مبطل فهو يقبله الحزب، إذا كان قد قبل النصراني فهو قابل لهؤلاء بدون أدنى نكير. الشاهد أنه حزب ضلالة وحزب انحراف، سبب المسلمين الأضرار في أنفسهم وقبل ذلك في دينهم وفي استقامتهم، وهكذا شوهوا الإسلام والمسلمين وخرجوا على الحكام المسلمين، وعندهم ما يسمى محاربة شرك القصور قبل شرك القبور، يعني مخالفين لشرع الله عز وجل في حرب الطواغيت أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهكذا عمدوا إلى ما يسمى بالتوحيد الحاكمية، مع أن الحاكمية من الألوهية، من توحيد الألوهية، وهم جعلوه قسيم، وربما لم يبالوا بما يقع من المخالفات في الألوهية بل في الربوبية والأسماء والصفات وفي غير ذلك من الأمور، ويركزون على ما يسمونه بتوحيد الحاكمية، فيقربون من أيدهم ومن ناصرهم
ولو كان ماسونيا، ولو كان كافرا ملحدا، ولو كان على أي شاكلة كانت، والله المستعان. فينبغي المسلمين أن يكونوا على حذر من هذه الفرقة الضالة التي لم يمضي عليها 100 سنة، أقل من 100 سنة. بعض أجدادنا أكبر منها، كما قال بعض السلف: أنا أكبر من المرجئة. فبعض أجدادنا الذي ما زال حيا أكبر من بدعة الأخوان المسلمين. فكيف يترك الناس منهج النبي صلى الله عليه وسلم وطريق النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الكرام والأئمة الأعلام، ثم يعمدون إلى منهج مبتدع محدث قائم على الجهل والجهالات، قائم على التجميع، قائم على عدم التصفية والتربية، قائم على عدم الاهتمام بالتوحيد والعقيدة الصحيحة إلى غير ذلك. ولهم بدع كثيرة ذكرها صاحب كتاب الأخوان المسلمون أحداث صناعة التاريخ، وهو منهم. ذكر من بدعهم في الأذكار، ومن بدعهم في الاعتكافات، ومن بدعهم في الاجتماعات، ومن بدعهم في التكتلات والتجمعات إلى غير ذلك. الله عز وجل يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، على من فسر الكتاب بأنه القرآن. وهم يأتون لنا برسائل حسن البنا ورسائل فتح يكن ومثل هذه الرسائل التي يدغدغون بها العواطف بعيدا عن الإسلام الصحيح، الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا كتب سيد قطب مثل تفسير ضلال القرآن، والحق أن يقال فيه ضلال، تفسير الضلال وليس بالضلال، حشاه بالعقائد المخالفة وبتكفير المجتمع المسلم وبالدعوة إلى التكفير إلى غير ذلك من كتبه الكثيرة، مثل الحياة الاجتماعية، ومثل أمريكا من الداخل، يفتخر فيها أنه كان عضوا في 56 كنيسة. لا إله إلا الله، لربما ما صلى في 56 مسجدا في أمريكا حتى يفتخر أنه كان عضو في 56 كنيسة، يقارن البطالين والمبطلين. وهكذا فضحهم علي عشماوي، وهو منهم، صاحب التاريخ السري للأخوان المسلمين. فضحهم في كثير من شأنهم، في تكفير المسلمين، في علاقتهم باليهود، في كذلك أعمال كثيرة كانوا يقومون بها، نسأل الله السلامة والعافية. هذا سيد قطب حين بحثوا عنه وجدوه في بيت يهودي، مختفي ببيت يهودي، دليل على العلاقة التي بينهم وبين هذه الطائفة التي آذت العالم، الطائفة اليهودية آذت العالم، ثم جندوا الأخوان المسلمين لأذية العالم المسلم. والمشكلة أن من نصحهم أو وجههم ألقوا إليه التهم الكثيرة بأنه من علماء السلطان، أو بأنه جاسوس، أو بأنه كذا وكذا، كما قال عبد الله زعتر حين زار صعده مرة من المرات: يقسم بالله أن هؤلاء يقصد أهل دماج جواسيس للموساد من المساجد، يقسم بالله عدة مرات. وهكذا أشياء كثيرة حصلت منهم، ويعظمون من كان منهم. انظروا كيف عظموا توكل كرمان، هذه المدبرة الماسونية، عظموا شأنها ورفعوا شأنها، وأدخلوا الرافضة إلى صنعاء وكانوا في منع عنها، ودمرت البلاد والعباد. وما زال الشر مستطيرا إلى الآن إن لم تقع توبة من هذه الطائفة ومن إليه.